هذا الشخص المجنون حاول يتحارش مع صاحب الدبابة الغلط، لأنه فجأة طلع له واحد مجنون من ولا مكان ومعاه مطرقة وحاول يضربه، لكن صاحب الدبابة تفادى الضربة، وصاحب الدبابة كان واضح انه معصب فوقف الدبابة وراح يتهاوش معاه، والرجال معاه مطرقة والدباب ما عنده الا يده الكبيرة. وفي النهاية صاحب الدباب صار يطبطب على راس الرجال المجنون عشان يخليه ينام أسرع. وهذه أكثر المقاطع العشوائية اللي احتمال تشوفها اليوم كامل. هذه أشياء حرفيا ما تقدر تألفها، لأنه أول شيء عندنا تسارع السيارات الكهربائية اللي ما ينمسح فيه. هذا ولد ما كان مستعد للعزم الفوري. هذه هايلوكس ما عندها حوض، لكن طالع شكلها غريب بشكل ما ينشرح. كلنا عندنا هذه الايام اللي ترتفع فيها الافكار المطفله زياده عن اللزوم. هذا الشخص ما قدر يقاوم هذه الافكار. هذا الشخص ساق تسلا جنب المقبره، والسياره كانت تستشعر ناس ما هم موجودين في الحقيقه. هذا الراكب مره قمط لدرجه انه وقت الفرمله القويه مسك الجلنطه الغلط. هذا الدباب انصدم لما في واحد قطعه عند اللفاه فجأة، لكن الصدمة الأكبر كانت لما صاحب الدباب قرر يرجع ويواجه اللي قطعه، لكن ما بتصدقوا الكلام اللي طلع من الرجال بعدها. Did you not see me? When? What do you mean? You just fucking hit me. Today? What do you mean today? No, yesterday. Sorry. Did you not see me? No. Yes. Did I hit you? Well, forget about it, man. هل هذا الشيء يعني رسميا البنات صاروا ثالث أفضل مخلوق يقود السيارة؟ هذا الشخص طلب سواق بالتطبيق، لكن بدل ما يجي إنسان انصدم لما شاف عصفور هو اللي ماسك الدركسون ويسوق. To Mango for driving. What a legend. I think he stopped. هل هذه تعتبر واحدة من عيوب السيارات الذاتية القيادة بالنسبة للسلامة العامة؟ هذول الأشخاص انفضحوا وهم نايمين، لكن بينما سيارتهم التسلا ماشية على الخط السريع بسرعة 110 كيلومتر بالساعة. Get the car too. Okay, well, Tesla, great Tesla, license plate. Oh, yeah, there's the license. هذا التاكسي دخل نفق جنب شاحنة مباشرة، وبنفس اللحظة صار اللي ما كان بالحسبان. هذا الشخص حاول يشغل سيارته المرمية القديمة، لكن الصوت اللي كان طالع منها كأنه في كلب محبوس داخل الماكينة. Sounds like there's a dog in there. هذا الدباب الله يصلحه كان داعس دبابه للحد الأقصى، وفجأة تريلتين لفوا قدامه مباشرة في مساره. وهذول بنات كانوا على بعد ثانيتين ويطلقوا. هذه كانت تحسب انه لقت لوكيشن للجنة. لازم احد يفهمها انه الجي بي اس مو كذا يشتغل. Babe, I think we're lost. So I never let you drive. Wait. Where are we? What's happening? هذه حرفيا كانت على بعد انش واحد من انها تصير سنجل. هذه شبعت الشارع بنزين 98. هذه حاولت تفتح الباب بدون تنتبه، لكن الصوت اللي طلعه الرجال انا ما قد سمعته ابدا في حياتي. صرخة الرجال كانت كافية تورينا الألم الداخلي. القيامة قامت، والبنت هذه إلى الآن ما فرملت. حرفيا هذه حسستنا إنه الفرامل بفلوس. وفي المركز الأول الزعيمة النهائية لأخطاء السيارات، هذه الفهيمة حطت سائل المساحات في مكان ذات الماكينة. Okay. طريقة الرجال هذا في تحميل الدباب حقه مجنونة بكل معنى الكلمة. مرت الرجال جالسة تشتكي، لكن عن نفسي ماني شايف أي إشكالية في الطريقة اللي سواها. Loading. Crazy guy. هذا الشخص كان يحاول يحمل سيارته على المقطورة وحاول يرفعها بكل السبل والطرق، لكن حرفيا كل شيء كان ضده. Go, 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 go. Go, 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 go. أنا ما أبالغ يا جماعة الخير لما أقول لكم إنه هذولي احتمال يكونوا أسوأ السواقين في التاريخ. في ناس فعلا المفروض ما يمسكوا دركسون. صاحب اللومينا هذا كان على بعد إنشات من عيد مكلف جدا.
صاحب البي ام دبليو هذا متجه للخطين والصفر وكل ذرة من المنطق. تصدم وانت ماشي بخط مستقيم. هذا اكثر شيء موستنج يمكن يصير. والادوار انقلبت. الموستنج بهذه اللقطة كانت مؤدبة والكورفت هي اللي انطبخت. هذا الشخص كان عنده 5 أيام عمل عشان يرد الفعل ويلف يمين واليسار، لكن صدم. ايش هذا؟ أهلا وسهلا بالجميع. طبعا اليوم رايحين نجرب الشكشوكة الإيطالية بمطعم تشاي وشباتي في التحلية. صاحب اللامبورجيني هذا جيوب مليونير، لكن مهاراته في السواقة مثل أي مهارات تيك توكر عنده لامبورجيني. هذه الكورفت كانت حرفيا تكافح عشان تشتغل في أجواء سالبة 18 درجة. ولو تحسبوا هذا سيء، شوفوا هذه التسلا وهي تحاول بكل قوتها تتقمص دور سيارة ديزل. هذول الاشخاص اخذوا روكيت ليج بجدية زيادة عن اللزوم وحولوا ملعب الكرة هذا حرفيا لحلبة دريفت. هذا البنت انصدمت لما شافت اسعاف واقف ينتظر كوكي بدل ما ينقذ ارواح. يا جماعة شوفوا أحلامي تحققت وأخيرا الإسعاف واقف ومو وقفة طبيعية، واقف وقاعد يطلب عقبال ما أشوف باكستاني معاه آيفون. هذا الشخص كان يلعب جراند داخل التسلا بينما السيارة هي اللي تسوق في الحياة الواقعية. شوفوا كيف صاحب الدبابة الجبلي هذا كيف كان دايس بالدبابة على مسار شبه عمودي. طيب اتوقع واضح انه الفيديو مقلوب، وهذا هو الجسر العائم في الصين وشكله كانه طوف خشبي بسيط، لكن بالحقيقة قوي كفاية انه يشيل اسطول كامل من السيارات. شيكوا كيف. وهذا مطار اسمه سانت سبارتس اللي عنده واحدة من أخطر مدرجات المطارات في العالم، وهذا لأنه الطيارات تهبط وتمر من فوق شارع مزدحم وعلى بعد كم متر بس. شوفوا. بس هذه المرة الطيار أخطأ في تقدير السرعة والأوضاع انقلبت بسرعة. شوفوا كيف تعدى المدرج القصير وطاح مباشرة بالرمل. هذا الطريق في سيدني شكله كأنه مشهد طالع من فيلم. هذا الشيء اسمه جسر طيارة، وهذا بالذات موجود في أستراليا اللي هو حرفيا موجود فوق نفق سيارات مباشرة. وبس حقيقي شكرا على المشاهدة، وإذا ما اكتفيت بهذا القدر من المقاطع تقدر تضغط على هذا الفيديو اللي ظاهر على الشاشة وتستمتع أكثر. وبس سلامتكم.